أهلا وسهلا بيكم. هنتعلم غرزة جميلة وجديدة من غرز اللاسيه الروماني. وهي الغرزة ديت اللي انتوا شايفينها دي نقدر نعملها داخل الوردة، يعني نحشي بيها الوردة من جوه، أو لو عندنا تقاطعات زي اللي انتوا شايفينها هنا. بتدي شكل جميل جدا، وهي رسمتها على رسمة وردة. الخيط اللي أنا مستخدماه هو خيط الصياد او الخيط الحرير 9 فتلة، بس مستخدمة خيط الجنجاء اللي هو درجات اللبني او الازرق، ومستخدمة دي ابرة القنبة. يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم. هنتعلمها في جزء جديد من هنا. هو هنعمل ايه؟ الموضوع بسيط. اول حاجة ما بنشتغل شغلنا لازم بنثبت الخيط كويس جدا. يعني احنا دخلناه، بس مجرد ان احنا دخلناه بنثبته، وبنشد عشان نتأكد ان الخيط ثابت معانا كويس. هنعمل ايه؟ هنعمل نظام تقاطع، يعني كده 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 تقاطع بالظبط، بس هننزل بالخيط مش مفرد، لا مجوز. يعني هنعمل كده كده، ادي لفة هنرجع بيها اللفة التانية، وهطلع لفوق كده وهنزل بيها برضو مجوز. وهرجع تاني كده. احنا عملنا عمود او تقاطع 2 3، ودوت الرابع بتاعنا التقاطع. بس في اخر تقاطع ده مش هنجيبه للاخر مجوز. ليه بقى مش هنجيبه للاخر مجوز؟ علشان اما نيجي نقفل التقفيله بتاعتنا هنطلع بيه. يعني بعد ما هنعمل التقاطعات بتاعتنا كلها، قبل ما نيجي للتقاطع الاخير اللي انتوا شايفينه دوت، يا رب تكون الصورة واضحة. قبل ما نوصله، لا ده الوحيد اللي احنا مش هنوصله للاخر، علشان لما بنيجي هنقفل بيه. هناخدهم بعد كده شيلة بيلة على بعضيهم كده زي ما انتوا شايفين اهو، ونطلع بيهم. يعني هنقفلهم، وهناخد واحدة كمان بس عشان نتأكد ان الخيط ما يرخيش معانا. كده احنا ثبتناهم. هنعمل ايه؟ الخطوة ديت هي الخطوة اللي هنعملها بقية كل الاضلاع التانية، نركز فيها لو سمحتوا. هناخد واحدة من هنا، ما دول 2، في اللي هي الواحدة لوحدها، ما احنا هنكملها هيبقوا 2 برضو، وهناخد واحدة من دي. يبقى احنا خدنا واحدة من هنا واحدة من هنا، بس زي ما تلاحظوا واحدة فوق اهي، الخيط ده فوق، ودي تحت، ودي فوق، وبنطلع بيها. هنكرر نفس العملية مرة تاني. هنيجي هنا دي بقى فوق كده، ودي هتبقى تحت. شغلنا هيبقى في ال3 اضلاع دول. كده احنا عملنا لفة رايح ولفة جاي. هنيجي في تالت واحدة نفس اللي احنا عملناه. هتبان معانا اما نيجي نعمل مثلا 5 صفوف تاني، دي رابع واحدة، هيبتدي الشكل يبان معانا. كده 5 6 7 8 9 10. شايفين انا طالعة نازلة. 11 12. طيب احنا هنا هو مثلا هنعملها كام دور؟
على حسب المساحة اللي عندك. يعني انا هنا عندي المساحة صغيرة، علشان اعمل بقية الاضلاع فكده مثلا 12 كويسة او 13 ليها كويسة. ولازم يبقى العدد اللي هعمله هنا هو اللي هعمله هنا هو اللي بحيث يبقى زي ما انتوا شايفين كده هو الاضلاع كلها او الشكل كله بتاعي متساوي، ما يبقاش فيه حتة طالعة وحتة نازلة. طيب انا لما بخلص الجزء ده بعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين، يا رب يكون الإضاءة موضحة لكم الشكل الغرزة عامل ازاي. باجي اهو انا هقفل بقى شغلي، بطلع هنا بكمل بقية الغرزة، مش بلف، مش بروح بقى لل 13 التانية، لا. انا قلنا هنعمل تقريبا 12. هنزل اهي، ادي الابرة، هنزل كده اهو من جوه، من جوه الفرع بتاعي، من جوه الفرع ده، وهطلع بيها او هنزل بيها لتحت. تمام كده احنا خلصنا الجزء الاولاني. نفس اللي احنا عملناه هنا هو اللي هنعمله هنا. هاخد واحدة من هنا، هسيب دي اللي هي الجزء الاتنين ده، وهاخد برضو واحدة من هنا، برضو طالع نازل. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بس هخلي ال 12 كاملة وانزل بيها برضو نفس اللي انا عملت الصف الاولاني. هعمل برضو الضلع التالت نفس الحكاية. هخلي 2 دولت اللي هم في النص، وهاخد واحدة من هنا وواحدة من هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وبرضو هنزل بيها علشان اطلع في واحدة جديدة، او اعمل واحدة جديدة اللي هو الضلع الاخير رقم 4. هنا هيتبقى معايا برضو ادي 1 لوحده، وادي 1 لوحده، وادي الاتنين اللي في النص. يبقى انا بشتغل على اليمين 1، على الشمال 1، اللي في النص هو اللي بيبقى 2. بعمل نفس الحكاية، ادي واحدة فوق وواحدة تحت وواحدة فوق. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. طيب انا كده هو يعتبر خلصت الاربع اضلاع بتاعتي. هعمل ايه؟ فاكرين اول واحده احنا عملناها كانت واحده اهي لوحدها، هي اللي هنطلع بيها بحيث ان كله يبقى عندنا اتنينات وشغلنا او الفينش بتاعنا يبقى مظبوط، ما عندناش مثلا اتنين وواحده نلاقيها تلاته. اهي بطلع بيها اهي كده، وباجي هنا اهوت بطلع بيها في القطان نفسه من جوه، بس بحاول امشي بالخيط شويه يعني علشان بحيث ان لو غسلنا المفرش ما يتنسلش معانا ويفك. وكده اديتنا الشكل اللي انتوا شايفينه دوت الظهر. اللي انتوا الشكل اللي انتوا شايفينه هنا ده الوش بتاعه بيبقى عامل كده. يا رب الغرزة دي تكون بسيطة عليكم وعرفت ان انا اوصل المعلومة.